ونصف عند الرجل. قال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من أجل ذلك جعل الله عز وجل الزواج آية وإعجازا منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أجل ذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الزواج والحث عليه والأمر به، وأوصى الزوج والزوجة وأولياء الزوجة. فأوصى الزوج وقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أوامر الزوج: من استطاع الباءة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. من استطاع الباءة من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، ازاي يقدر يبقى قيم على زوجته، له القوامة، له إدارة هذا البيت، ازاي يقدر يعيش مع مراته الأيام الصعبة والأيام الحلوة والأيام حياة جميلة تستمر إلى يوم الدين إن شاء الله رب العالمين. من أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. المرأة خير معين لزوجها. الحديث الذي ذكرت فيه المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، كثير يعتقد أنه مذمة للمرأة. يعني وجدنا في التفسير الطبي الحديث أن اعوجاج الضلع هو حامل القلب، فلولا اعوجاج الضلع لمات القلب. أي ضربة تيجي للقلب يموت. فكأن الله عز وجل خلق المرأة من الجزء الذي يحمي القلب، كأنها هي تحمي زوجها من تقلبات الدهر. فالمرأة كل شيء بالنسبة لزوجها. لأجل ذلك أوصى الزوجة صلى الله عليه وسلم وقال: إذا أدت المرأة فرضها أو خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنة من أي الأبواب الجنة شئت. أوامر بسيطة للمرأة تنال بها رحمة ربنا سبحانه وتعالى وجنته سبحانه وتعالى. كذلك أوصى أولياء الزوجة وقال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الرجل من أراد العفاف الله عز وجل أعانه، فكيف لا نعينه نحن؟ من أجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنته، فقال: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. كفى بالزواج شرف أن يكون هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة نصف أعين الرجل، ففي خطبة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندنا. المرأة علينا أن نعاملها بأفضل المعاملة، كريم من أكرمهن لئيم من أهانهن. وفي حب المرأة وإنزال المرأة المنزلة الطيبة لم نجد سوى النبي صلى الله عليه وسلم في إنزال المرأة المنزلة الطيبة، وتعلم منه أصحابه الكرام. فنجد يعني في الحب والغيرة الإمام علي رضي الله عنه عندما دخل على فاطمة الزهراء وهو كان يحبها ويغار عليها، فدخل عليها وهي تستاك بعود من الأرك، وكان يغار عليها. يعني صلاح كده لما تخش على مراتك تلاقيها ماسكه الموبايل، يغار عليها منها ولا لا؟ قلت لها: ارمي الموبايل. فدخل فقال لها اسمعوا بقى الجمال: أتغيب بثغرها يا عود الأراك؟ إزاي قدرت تخش إلى هذا الفم الطيب من غير إذن؟ أتغيب بثغرها يا عود الأراك؟ ألا خشيت يا عود أراك لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، ما نجا مني يا عود السواك. يعني أمور طيبة والغيرة على المرأة والحب للمرأة. فأنا نصي صلاح ونقول: يا صلاح اتق الله في زوجك، عاملها بمعاملة الإسلام، أحسن إليها إذا أحسنت، واعفو عنها إذا أساءت. ماشي؟ واعفو عنها إذا أساءت. ولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، قال: خيركم لأهلي
وأنا خيركم لأهلي. كذلك يعني لا ده أنا بعد الجهة ده مش همشي من هنا. إن شاء الله نوصي مهتاب ولا لا مهتاب، خلي جوزك في عينيكي، حبي جوزك، خافي عليه، اسمعي كلامه، لك في أمهات المؤمنين الأسوة الحسنة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إذا نظر إليها. يا عروسة أصرته عروسة مش معايا. أصرته الحبل ده مش هيطول يا عروسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر إليها سرت. يعني المرأة لما جوزها يبص لها كده ليها طيبة كده، يقول له يعني ما تقولوش يا زنبل وبتاع يعني إذا نظر إليها سرت. أنت ما فيش ما شاء الله أجمل منك. وإذا أمرها أطاعته. أوامر طيبة ننفذها في بيوتنا، حياتنا تبقى جميلة. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها برت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا يا رب العالمين. قولوا آمين يا رب. اللهم اجعله زواجا مباركا يا رب العالمين. آمين. احنا ما جوزناهمش لسه والله. بصي كل اللي فات ده حماده واللي جاي ده حماده. طيب انا جاي احنا بصي دي اعلانه ولا طيب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يجعل حياتهم سعيده وطيبه يا رب العالمين. ربنا يرزقهم الذريه الصالحه. اللهم ارزقهم الذريه الصالحه واجعلها قره عين لهم يا رب. اللهم ابعد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم ابعد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم اصلح قلوبهم والف ذات بينهم واهديهم سبل السلام. هنعقد ان شاء الله. كل مساحه ورايا كده. لا ابعدوا شويه ابعدوا شويه كده، ابعدوا شويه لورا. والله انا معاك. ايوه والله. احنا عايزين المهر يا عريس، عايزين جنيه. معاك جنيه ولا معاكش؟ عايزين جنيه ورق. فين ابو العريس فين؟ العريس اهو. عايزين المهر يا ابو العريس. 10 جنيه. 5 جنيه دي عشان نكتب عليها. المهر اهو. ان شاء الله كان زمان ربع جنيه على فكره، دلوقتي 5 جنيه عندنا الطوارئ. السلام عليكم يا عقبال المتجوز. بس والله عشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتفق العلماء في الشريعة الإسلامية على تقديس عقد كعقد الشريع كعقد الزواج. قال عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل صلى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استنى بس بالله عليكم دقيقة واحدة بس. إني توكلت على الله تعالى. إني توكلت على الله تعالى وأطلب منك. منه هو مش مني. منه هو. مصطفى أحمد. يا عم مصطفى أحمد. أن تزوجني ابنتك وموكلتك. أن تزوجني ابنتك وموكلتك. اسمها إيه؟ ميت. مراتك اسمها إيه يا ميتات. عارف اسم مراتك؟ عارف. ميتات. مصطفى أحمد كامل. زواجا شرعيا. زواجا شرعيا. كتاب الله تعالى. على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله. عاجله وآجله. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله وعلى بركة الله. زوجتك. زوجتك. زوجتك يا صلاح نجيب رستم. يا صلاح نجيب رستم ابنتي وموكلتي. ابنتي وموكلتي. البكر الرشيد. ذكر الرسول. زواجا شرعيا. زواجا شرعيا. على كتاب الله على تعالى. كتاب الله تعالى. وسنة رسوله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. عاجله عاجله وآجله. وآجله. على أن تكرمها وتصونها وتصونها وتحسن إليها وتحسن إليها وتتقي الله فيها. وتتقي الله فيها. وهذا ظني بك
وهذا ظني والحضور شهود والحضور شهود والله خير الشاهدين. والله خير الشاهدين. وأنا قبلت زواجه وأنا قبلت زواجه بنفسي بنفسي ولنفسي زواجا شرعيا زواجا شرعيا على كتاب الله تعالى على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. أنا نسيت والله الصدق. وعلى الصداق المسمى بين عايز أركز شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ادونا بس دقيقة واحدة نعقد يا جماعة. احنا في لحظة واحدة احنا بنعقد أهم عقد في الدنيا كلها. دقيقة واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول صلى الله الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله وعلى بركة الله زوجتك زوجتك يا صلاح نجيب رشد يا صلاح نجيب رشد ابنتي وموكلة. ابنتي وموكلة مهتاب مصطفى أحمد مهتاب مصطفى أحمد زواجاً كامل. شرعياً زواجا شرعيا على كتاب الله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداقة وعلى المسمى الصداقة بيننا. المسمى بيننا عاجله عاجله وآجله. وآجله على أن تكرمها وتصونها على أن تكرمها وتصونها وتحفظها وتحفظها وتتقي الله فيه. وتتقي الله فيه. وهذا ظني بك وهذا ظني بك والحضور شهود والحضور شهود والله خير الشاهدين. والله خير الشاهدين. وأنا قبلت زواجها وأنا قبلت زواجها بنفسي بنفسي ولنفسي زواجا شرعيا زواجا على شرعيا كتاب الله تعالى على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله عاجله وآجله. وأشهد الله تعالى وأشهد الله تعالى ثم أشهد الحاضرين ثم أشهد الحاضرين على أن أعاملها على أن أعاملها معاملة الإسلام معاملة الإسلام والتزم بها والتزم بها التزاما شرعيا التزاما شرعيا لله ورسوله. يرضي الله ورسوله. وأسأل الله تعالى وأسأل الله أن تعالى يرزقني خيرها أن يرزقني خيرها وبرها وبرها والحضور شهود والحضور شهود والله خير الشاهدين. والله خير الشاهدين. وأنا زوجتك وأنا زوجتك ابنتي ابنتي وموكلتي وموكلتي على ذلك على ذلك وأنا قبلت منك وأنا قبلت منك على ذلك. قولوا جميعا بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. لا لا على ثاني على